مشاهدين قناة الناس، طبعا نقدم لكم واحد من أيام الثورة قاعد مش متحرك من مكانه وجايبينه النهارده عشان نتعرف عليه اللي هو مين. كوباية شاي بس خفيفة كده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نتعرف حضرتك؟ مش ليه يعني؟ اهو خلاص عايزين نتعرف عشان الجمهور يعرفك. ماشي، تيجي واحدة كده. والله أنا اسمي عبد الصمد. عبد الصمد منين البلد يا عبد الصمد؟ أنا من قصر هور. فين قصر هور؟ حتة تبع ملوك ما تعرفهاش. ملوي؟ وده أخويا عتريس جنبيا يعني. شغال استورجي. استورجي؟ أيوه. ما باين على وجهه. وبعدين يا باشمهندس ما انتحتناش وحتى النبي احنا في يوم ثورة دلوقتي والدنيا مقلوبة والرئيس بيدور عليها والدنيا خبروها جو يعني. طب وانت قاعد ليه في ميدان التحرير لحد دلوقتي يعني ما روحتش تاني ليه يعني؟ مش لاقي شغل يا باشمهندس، مش لاقي شغل غصب عني. طب واخويا عتريس كنا نتجوز الاسبوع اللي فات العروسه راح تربت. انا سمعت ان انت بتاخد فلوس وبترتشي وتقتل في الناس وتتظاهر كده بغير حق وكده يعني. يا سعادة الباشا 50 جنيه اداني الباشمهندس. قالوا خد 50 جنيه واضرب 40 طوبة كل يوم وازود 5 جنيه. وزودك كام كل يوم يا عبد الصمد؟ بص يا سعادة الباشا اتفضل يا ابراهيم. كنا بعد عتريس زوارة اخويا يا حبيبي اوعى تساكت لما اديك فوقانا. يا باشمهندس دلوقتي اللي بيحصل كل يوم في البلد ده خراب ولا عمار ولا ابو زبده وانا عتريس والنمر. ماشي. المهم يا باشمهندس دلوقتي الباشمهندس اللي هناك ده ماشي. ايوه طبعا. مش حاجه اقول لك عليها عشان ما تسيحش في المنطقه يعني اقول بالك عنه ولا حاجه. الراجل ده يا باشمهندس من بشاده هو ولا منين يعني؟ ما اعرفش هو من براجيل كده. المهم يا باشمهندس الراجل ده بيديني 50 جنيه كل يوم. يعني مش انا بس يعني انا والمزهرين وكده واخويا عتريس بيديله 40. قلت له اشمعنى عتريس ياخد 40 مش زينا؟ قال لا عايز تصغر شويه. قلت ما فيش مشاكل زي بعض. بس عتريس زعلان يا عم يقول لي ال 40 جنيه قليل عليها فلوس. قلت له يا عم انت بتضرب 30 طوبه انا بضرب اكتر من 76 طوبه كل يوم وربنا يعلم والله. المهم قال لي تضرب 50 طوبه كل يوم. الطوبه بجنيه يعني ولا ما حسبك ازاي يعني؟ هي الطوبه بجنيه زي ما انت بتقول حضرتك يعني لا مؤاخذه يعني. المهم حضرتك يعني قال لي الطوبه بجنيه و50 طوبه و50 جنيه طبعا كل يوم وكده اضرب 50 طوبه. ماشي الدور يدن هتلاقينا برضه ضرب بتاع 10 طوبات. العصر يدن اوصل ل 15 طوبه. العصر المغرب يدن اروح مقفل ال 50 طوبه بالظبط. اجي اروح ماشي يقول راح فين؟ اقول له يا عم انت خلاص شغلك خلص كده معايا. يقول لي لسه قاعد 4 طوبات. قلت له بص 4 طوبات بحشاوي ب 40 جنيه. 4 طوبات يدينا 5 جنيه عليهم دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له هتتجاوب ليه؟ قال لي المفروض تاخد 4 جنيه. قلت له لا. الطوبه بجنيه وربع يعني؟ مش عارف بقى زي ما احسبها. قلت له كده الطوبه بجنيه وربع بالليل بجنيه وربع لكن بالنهار بجنيه. ماشي وزي ما فهمت عتريس هو الراجل ده يقول لك كده وماله. لا بس انا صغير يمكن يضحك علي. وكنت زي عتريس لو ضحك عليك تعالى لو قلت يا اخويا عبد الصمد يضحك عليك. ماشي. انت هتعمل له ايه؟ طب يا عبد الصمد عايز تقول ايه للجمهور يعني؟ والله اللي عايز اقوله انا كل اللي عايز اقوله ان انا كل ما ابص في وش اخويا عتريس مش عارف اضحك ليه. ما تبصليش والنبي عتريس. المهم يا باشمهندس مش عارف الجبان ده احنا بلدنا ما بيجي جبان. المهم يا باشمهندس عرفك بنفسي يعني. انت من انهي دولة يا عتريس؟ انا من حته اسمها ملاوي. فين دولة ملاوي يعني؟ تبع مدافعة المنيا. مصافحة المنيا؟ تبع مدافعة المنيا. وانا قرية في محافظة المنيا. زي ما تقول البراجيل ماشي. قصر هور طب وقاعد هنا ليه يعني؟ اكل العيش يا سعادة الباشا كده. ده كده حرام يا عبد الصمد ده انت جاي على قناة الناس. يا باشمهندس تعرف بحضرتك مين؟ انا الشيخ احمد جيس.